الرحيم. السلام عليكم أصدقائي وأصدقاء قناة الورشة. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة سنة البنطة، أو إزاي تبقى البنطة مسنونة صح، علشان تعمل الدق المناسب ليها أو المرتبط بمقاسها، بمعنى ما توسعش أو ما تضيقش. طب هو ممكن البنطة توسع؟ ممكن البنطة توسع في حالة إن البنطة هتبقى الزوايا بتاعتها مختلفة، وهنتعرض مع بعض دلوقتي يعني إيه زوايا بنطة مختلفة. وممكن تضيق لو كانت البنطة مستهلكة والمنطقة اللي تسمى الهامش حصل فيها تآكل، فده ممكن يخلي البنطة تجيب أقل من مقاسها. مبدئيا تعالوا نتعرف على البنطة. البنطة أولا ده بيسمى الدليل، وده ليه دور مهم. ده المفروض ان هو سنتر البنطة، ده المركز واللي بتمشي وراه البنطة. ده حد قاطع، وده طبعا الحد القاطع التاني. المفروض ان البنطة دي مشكلة قدام حضرتك كده رقم 8، رقم 8 زاوية كده وزاوية كده. المفروض ان الزاوية دي بتماثل نفس الشكل ونفس الزاوية بالظبط بالريشة التانية، مفيش أي فرق بينهم من حيث الزاوية ومن حيث طول الزاوية من الدليل لغاية نهاية الريشة. الطول نفسه مهم، وهوريكم دلوقتي بنطة مسنونة غلط بيبقى شكلها ايه. ده الهامش بتاع البنطة، ده اللي اتفقنا ان هو ليه دور مهم. ده اللي المفروض ان هو بيشطب السطح وبيطلع المقاس مظبوط مع سنه مظبوطه، بيطلع المقاس مظبوط. بمعنى لو البنطه دي 20 25 اي مقاس، المفروض ان هي ما توسعش ولا تضيق. بقيت جسم البنطه طبعا ده النصاب بتاع البنطه، وفي نوعين من النصاب، بيبقى مسلوب او عدل على حسب البنطه اللي حضرتك شغال بيها. دي بنطه مسنونه غلط. هتلاحظ حضرتك ان دلوقتي الريشه دي او الحد القاطع ده مختلف مع الحد القاطع ده. الطول مختلف، الطول ده اطول من الطول ده. الزاويه نفسها هتلاقي الزاويه مختلفه من هنا لهنا، الزاويه مختلفه عن الزاويه اللي هي من هنا لهنا. اول ما بيحصل الاختلاف ده اعرف ان البنطه دي مش هتأدي دورها مظبوط، هتوسع معاك وهتعمل دق مش مظبوط. هتلاحظ حضرتك ان دلوقتي ده علامات، دي كساره، ده شرحناه في فيديو قبل كده. دي عباره عن كساره بتقلل مساحه الدليل وبتسهل دخول البنطه، والدق بتاعها بيبقى اسهل وضغطها اقل على المعدن، وطبعا بالتالي على الايد بيبقى بيحس ان البنطه بتمشي بشكل اسهل واسرع. وده انا بعمله في كل سنه البنط، بيسهل القطع وفي نفس الوقت بيكسر الرايش، ما بيطلعش بشكل شريطي ويضايقك وانت شغال. نرجع تاني بقى البنطه سليمه. دي السنه المظبوطه، طول مظبوط مع الطول ده، زاويه مظبوطه مع الزاويه دي، الكساره بتاعتها كامله، الدليل قليل مش كبير. في حاجه كمان مهمه، خلوص البنطه. خلوص البنطه اللي هو جسم البنطه ده، المفروض ان الحد القاطع ده يبقى اعلى من جسم البنطه ده، في خلوص، في زاويه سفليه مسلوبه لتحت. الجسم ده المفروض انه ما يسبقش الحد القاطع، لازم ده يبقى اعلى من بقيه جسمها. في الوقت ده تدخل البنطه بسهوله. لو ده عالي عن الحد القاطع ده، البنطه تصدر وما تشتغلش، وجايز كمان تتكسر. شكرا، ويا رب يكون شرحي كان وافي لعمليه سن البنطه. دي طريقه وضع البنطه على حجر الجرخ. بتبدا السن من تحت لفوق لغايه نهايه الحد القاطع بتاع البنطه، وفي نفس الوقت لازم الحد القاطع بتاع البنطه يلمس حجر الجلخ من اوله لاخره. في الوقت ده بيبقى السنه مظبوطه. طبعا مش هننسى ان الريشتين لازم يبقوا زي بعض.
هنا بنعمل اندر كات، وبنعمل كسارة رايش بتقلل الدليل، وفي نفس الوقت بتكسر الرايش ما تخليهوش شريطي ويضايقك، ويبقى الدقب بمنتهى السهولة.